العميد. صدق الله العظيم. الإنس والجن إلا ليعبدون، وجعل شرف بيوته في الأرض المساجد يذكر فيها اسمه ويسبح فيها بالغدو والآصال. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان أول عمله في المدينة المنورة حين دخلها مهاجرا أن بنى أول مسجد أسس على تقوى من الله. فكانت سنة الإسلام والمسلمين من بعده أينما حلوا ووجدوا يحيون هذه الشعيرة حتى يرث الله الأرض ومن عليها وإليه يرجعون. وبعد حضرات ضيوفنا الأعزاء، سماحة مولانا فضيلة الشيخ الأمين الشيخ عثمان، أصحاب الفضيلة العلماء والأعيان والوجهاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم مسلمي قرية تلولع أرحب بكم في هذا اليوم الخالد وفي هذا المكان المقدس لافتتاح هذا المسجد الذي ترونه الآن، وزدتموه رونقا وجمالا. إنه كسائر بيوت الله في أرضه بني لعبادة الله وحده لا شريك له. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأن المساجد حضرات السادة كما تعلمون أنها المكان الوحيد الذي يطمئن فيه الإنسان ويستريح من همومه وغمومه الدنيوية ويتوجه إلى ربه خالصا مخلصا يتقرب إليه ويتملك ويرجو رحمته وعفوه ويخلو مع ربه سويعات قليلة تنقله إلى عالم الملكوت ويسرح ويسبح في ميدان الرحمة والرحموت، يتلذذ بنعيم المناجاة. أنا جليس من جالسني وأنيس من كلمني، يردد كلمات تخرج من القلب الصافي الذي لا يشوبه غبار الهموم والأحزان. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنها مكان العبادات والمناجاة ونسيان الدنيا وهمومها ومشاكل الحياة وصعوباتها. يوم فيها المسلم ليشكر ربه بثه وحزنه ويشكره على نعمائه وآلائه. لذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: يا بلال أرحنا بها يا بلال. هذه المساجد كانت من قبل أماكن كسائر الأماكن، وأرضها كانت أرضية كسائر الأراضين، لكن لما حماها الله تعالى وفضلها على غيرها جعلها في الأزل بيوت العبادات وأضافها إلى اسمه إضافة شرف وفخار، فسميت بيوت الله. بيوت الله لها قداستها وكرامتها وحرمتها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. صدق رسول الله. وقد ورد في الأثر أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الخليل لما بنى الكعبة بأمر
ومساعدة ابنه سيدنا إسماعيل وهندسة سيدنا جبريل، بقيت حول الكعبة بقايا الأحجار، فأمر الله الريح أن يرفع هذه الأحجار، أن ترفع هذه الأحجار وتضعها في الأرض المعمورة، فمن سقطت على الأرض الأحجار الصغيرة صارت مساجد، ومن سقطت بها الأحجار الكبيرة صارت جوامع. وهكذا على الله أن يعبد في سمائه وأرضه، سبحانه الإله المستحق للعبادة، الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. وهكذا صارت المساجد أماكن عبادة، فمن أمها وقصدها وزارها فهو ضيف على الله، وحق على المزور أن يكرم زائره، كما وردت الأحاديث المسلمة. ومن بنى مسجدا خالصا لله بنى الله له قصرا في الجنة، وإن الجنة وحورها وقصورها وولدانها تتزين لمن وضع حجرا في بناء مسجد. فيا بخت الموفقين الذين هدى الله لشراء الآخرة بقليل من أموال الدنيا الفانية، ويا سعادة المصلين المعتكفين في بيوت الله يستظلون تحت ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظل عرشه. واسمحوا لي حضرات السادة أن أسرد لكم تاريخ هذا المسجد الذي شرفتمونا بحضوركم حفل افتتاحه، فهو أول مسجد في تاريخ بلادنا المعاصر تشيده وتوقفه لوجه الله امرأة مسلمة، هي من هذه القرية السيدة مبرات الحج عبد العزيز الشيخ محمد. كانت طلبت من اللجنة أن يذكر اسمها، بل يكتفى باسم فاعل خير حتى كان المشروع ولله الحمد، إلا أنه رقي دفعا للشبهات وتشجيعا على محب الخير أن يذكر اسمها اليوم في الافتتاح. وصدق الله العظيم إذ يقول: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ولم تكتفي بهذا، بل رأت بذاق بفكرها وفكرت فيما ينفع به المواطنون جميعا، فرصدت مبلغا قدره 10,000 بر مدرسة القرية كلوبه التي يتعلم فيها أبناء الوطن الواحد المسلمون والمسيحيون معا، تضمهم جرات فصل واحد يجلسون على كنبة واحدة، مما يولد فيهم روح المحبة والأخوة، فجزاه الله عنا خيرا على أعمالها الكريمة. صلوا على رسول الله. ومما يجب أن ننوه به في هذا الموجب أن أذكر فضل إخواننا المواطنين المسكين الذين سعوا في إقامة هذا المسجد الكبير، واختاروا معنا الموقع والمكان بكل أمانة وصدق وجدية وحب، وما ذلك إلا لنضوج أفكارهم وسمو أخلاقهم وحبهم الدين والتدين في وقت ترك الناس في هذا العصر العنصر الفعال الأساسي لبقاء البشرية. ألا إلى الله تصير الأمور، فنشكرهم شكرا يكتب بمداد من الذهب على صفحات التاريخ، وبمواد من الدم على القلوب والفؤاد. إنها شيمة أظهرها إخواننا المواطنون جزاهم الله عنا خير الجزاء، وإننا أهل القرية لمدينون لهم ولأعمالهم. كما نشكر الدولة التي ساعدتنا في بناء هذا المسجد بأوجه كثيرة، فمنحتنا الأولوية في الحصول على مواد البناء
وعففنا عن الرسوم الجمركية لكل الواردات من الخارج. كما نشكر دار الإفتاء الإريترية وعلى رأسهم سماحة فضيلة الشيخ الأمين الشيخ عثمان مفتي ديار الإريترية لما بذلوه من الجهد والمجهود في إنجاز هذه الأعمال. ونشكر الأخوة السيد يحيى عمر، شيخ محمد، والسيد محمد حبوة السعيد، والسيد عبد الصمد يوسف، والسيد ناصر عبده، والسيد سراج سعيد، الذين سيروا على الخدمة وبذلوا مجهودا جبارا بأموالهم وأنفسهم وأوقاتهم، وراقبوا أعمال البناء دون كلل وملل حتى تم هذا السرح العظيم، فجزاهم الله عنا خيرا. وكذلك نشكر المقاول البناء الذي وفى بوعده وعهده وأخلص ونصح في عمله وأتقن، وكل من ساهم بفكره وآرائه ومشورته ودعائه وابتهالاته نشكر كل الإخوان جزاهم الله عنا خيرا. ونخص إخواننا الكرام في السعودية الذين أحبوا أن يساهموا في بناء هذا المسجد مساهمة جادة يحصلون الثواب الجاري والأجر المستمر، فطلبوا من الأخوة فاعلة الخير أن يكون لهم دور ومجال يتبرعون به، فكان من نصيبهم أن قاموا بالتبرع بالمولد الكهربائي جنريتر والمكونات والكهرباء والبسط والفراش، فكان لهم الفضل الكبير جزاهم الله عنا خيرا، والحمد لله على نعمة الأخوة وعلى نعمة الإسلام. كذلك نشكر الإخوة المحامين السيد محمد نور قسم الله وأحمد قسم الله لتبرعهم في بتروماكس، وكذلك هيئة الإغاثة الإسلامية التي أمدت هذا المسجد ببعض المصاحف والكتب الدينية. وختاما أكرر شكرنا لكل الحضور، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم